شفت الطعامة والحلاوة والجمال ده. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول: حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبيب قلبي كده صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أول مرة تشوفوا قناتي، قناة يوميات أم حنين، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو كنت معانا يا حبيبتي من عيلتي الجميلة، هحط لايك وكومنت جميل زي كده. وطبعا كل الناس اللي دخلت عندي جديدة على دماغي يا جماعة، بجد اتشرف بيكم، انتوا اخواتي وعيلة بجد وظهر. يا ربنا ما يحرمني منكم أبدا. زي ما انتوا شفتوا بقى كده حبيب قلبي، انا بعمل السيرب بتاع البسبوسة. بجد كانت ما شاء الله عليها تحفة وجميلة، وأول مرة كنت أجرب الطريقة دي، بجد عجبتني قوي. سوري بقى على التصوير لو مش واضح. ان شاء الله باذن الله على ما نظبط الدنيا شويه كده في التصوير. انا بقالي فتره مصورتش، انا كنت تعبانه شويه وابني كان تعبان، فيلا الحمد لله قدر الله مشافعة. زي ما انتوا شفتوا بقى كده ايه، هنحط شويه من السكر. ده نص كيلو بسبوسه طبعا، هنكرمله. وبعد كده هنكون مجهزين بقى اللبن والسمنه وبودر والسميد. شوفوا هو اداني الكيس الجاهز كوبايتين من دولت ونص، واداني نص كوباية جوز الهند. لو انت حابة تضيفيها تمام، بتديلها ريحة حلوة. لو مش حابة خلاص، وكيس فانيليا كمان بيديها ريحة حلوة. تمام. نادي السكر بتاعنا لسه على النار، مهدي عليه النار خالص. متحطيش المعلقة فيه قبل ما يبتدي ان هو يتكرمل كده اهو. كده بقى تقدري ان انت تقلبيه. ولو حطيتي المعلقة فيه قبل ما يبتدي يعمل كده هيكلكع منك اصلا، ويديك النتيجة يعني صعب شوية متش راضية عنها. فما بتقلبي بقى كده بيسيح كل في بعض وبيبقى حلو. هتنزلي بقى بالمكونات اللي انا وريتها لك: اللبن والسمنة، ونقلبهم في بعض كويس. وبعد كده بقى جوزة الهند والدقيق بتاع البسبوسة. انا بجيبها الاكياس اللي هي بتبقى نص كيلو دي، هي بتبقى اقل بس يعني مرفنين نص. تمام. زي ما انتم شايفين بقى كده السكر بتاعنا اتكرمل خالص، ما عادش فيه اي حاجة يعني لسه متفتتش. هنبدأ ان احنا ننزل بقى بالمكونات اللي عندنا. في الاول هيقفش منك كده ويبقى ماسك، ما تقلقيش خالص. هتدوبيه في بعضه كتير، يعني تقلبي فيه كتير هيسيح تاني ويفك، وهيبقى سايل يعني. ما تقلقيش، مفيش اي حاجة، هو ده الطبيعي بتاعه اساسا. هو بيفضل على النار بقى يغلي كده، يعني تسيبيه برضه النار هادية، متعليهاش لحد ما بيفك معاكي خالص. بعد كده بقى هنزل بالسمنة بتاعتنا. دي سمنة بلدي متسيحة، لأن البسبوسة لما بتعمل بسمنة بلدي غير ما بتعمل بسمنة اللي هي الصفايح دي. هي بالبلدي بصراحة بتكون أحسن وأفضل، يعني متنفعش بسمنة بتاع الدكاكين دي بصراحة. يعني السمنة البلدي أحسن فيه. جوز الهند بدها نكهة حلوة قوي، والفانيليا بجد بيبقى طعمها ما شاء الله اللهم بارك. وبألف هنا اللي كل يا رب. عيالي بيعشقوا حاجة اسمها بسبوسة. اهو كده حبايبي، انا قلبتها بقى لحد ما ساحت، وكان فاضل دي سبتها شوية وفكت في الاخر الحمد لله، يعني ما فضلتش كده. انا بوريها لكم علشان لو انتوا اول مرة تجربوه ما تقلقوش. نزلته بقى كده من على النار. دي كوباية الا ربع من جوز الهند. تمام. والكيس الفانيليا. الفانيليا مش بحطها على الشربات، لا انا بحطها مع العجينة بتاعة البسبوسة. تمام. هنزل بقى بالبسبوسة ونقلب المكونات في بعضها. وبيكنج باودر انا حطيت معلقة واحدة. هو المفروض الجاهز ده انت عايزة تحطي، مش عايزة براحتك. هو كده يا حبايب قلبي، متقلبش فيها كتير، هي تقليبة بسيطة ان انت بتخلطي المكونات مع بعضها بس مش اكتر. اهو زي ما انتم شايفين كده، تحس ان البسبوسة بتاعتك اتغلفت بالخليط اللي معاكي كله.
هي مبتاخدش وقت. انا مرضتش ان انا اصلا اقطع حاجة من الفيديو، انا حبيت ان انا اوريكم كل حاجة انا بعملها خطوة بخطوة. في ناس كتير بتعملها وبتفشل معاها، بس ما شاء الله والله بجد الطريقة دي حلوة قوي، انا جربتها بيها طلعت ما شاء الله اللهم بارك تحفة. في طرق تانية لها كتير ان شاء الله نجربها مع بعض برضه بإذن الله. بعد ما قلبتها بقى جبت الصينية ودهنتها سمنة بلدي برضه، وهفردها كده في الصاج، انزلها مرة واحدة كده واحاول ان احنا نسويها. بصي بقى، وعشان التسوية بتاعتها الرف اللي هو السلك خليه تحت، وحط البسبوسة والنار تكون هادية، بتسيبها براحتها خالص، بتاخد مثلا نص ساعة. متقلقيش، هي الميزة الحلوة اللي في البسبوسة ان هي بتكون ناشفة، مش ان هي لو ناشفة انت بتزعلي منها، لا بجد بتبقى طعمها حلو، بس مش اللي هي ناشفة يعني محجرة. انا بحب يعني اوطي النار خالص واسويها على نار هادية، ما بولعش الشواية من فوق، وممكن اولعها وتبقى واطية، يعني بيبقى موجود حرارة بس مش اكتر. تمام. صلوا على النبي كده بقى يا حبيب قلبي. زي ما انتم شايفين بقى انها بقى. تعالى يا حبيب ماما. هبل ايدي كده مسحة مية، وان انا اسوي الصينية من وشها علشان تبقى كلها مسوية زي بعضها كده، ما فيهاش حاجة زي ما انتم شايفين. وهدخلها الفرن، والنتيجة بسم الله ما شاء الله اللهم صل على حضرة النبي، جميلة جدا. وكان السيرب بتاعنا جاهز. شوكولاتة. طيب ماشي. اهو زي ما انتم شايفين كده بقى، ما شاء الله جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت معايا حبيبة قلبي حط لي لايك جميل وكومنت حلو زي كده، عشان ان شاء الله نستمر مع بعض في التنزيل بإذن الله. حاضر افتح لك الشوكولاتة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي حبايبي. سلام. عذرا على صوت سيف يا جماعة، هو جنبه عايزني افتح له شوكولاتة. ده كان شكلها في النهاية يا حبيبي، وانا ضفت لها سوداني بس نسيت اصوره.